ارتفاع نسبة الطلاق استعمل ضد إصلاح المدونة، بمعنى أنتم أصلحنا المدونة في 2004 وأدى الأمر إلى، بينما الحقيقة هو أن سبب ارتفاع نسبة الطلاق هو أن المرأة لم يكن لها أصلا الحق في الطلاق، بمعنى ماشي كانت مرتاحة في أسرة مستقرة، كانت كتعيش واحد الوضعية صعبة جدا. ويكفي نذكر هنا بالرقم صعب جدا وكبير وخطير، هو عدد النساء اللواتي تحررن من علاقة زوجية غير مرغوب فيها 75,000 مباشرة بعد 2004، وكان فيهن من عبرنا في مراكز الاستماع عن الرغبة في الانتحار. 75,000 تحرروا، والكثير منهن ما بقاوش كيفكروا في الزواج او يرجعوا ليه نظرا للمعاناه اللي دوزوا. اذا ارتفاع نسبه الطلاق كيف قال السي علي هو مؤشر لنوع من المكتسب التحرري بالنسبه للمراه، ولكن ايضا لم نشتغل على عقليه الرجل، لان درنا تعديل قانوني كيسمح للمراه بالطلاق وما عدلناش العقليه الذكوريه باش تقبل الأمر. فماذا وقع؟ تصاعد العنف، ازدادت نسبة العنف بالضعف.